السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي احسن احوال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك انت سميع مجيب الدعاء. النهارده ان شاء الله انا واتعامل معاكم صينيه بطاطس باللحمه المحشيه باللحمه المفرومه. بس قبل ما طبعا ما هنبتدي لازم تنزلي تحت حالا تعملي لي اشتراك وتفعلي الجرس كمان وتعملي لي لايك وشير عشان الكل يستفيد. طبعا المفروض ان انت ممكن كده تاكليها بالطريقه دي. اوكي بصي، انا مش عايزه اقول لك، بصي شايفه شكلها تحفه 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 تحفه. بصي جميله بجد، سخنه قوي. تقدري ان انت تاكليها مع، طبعا تقدري ان انت تاكليها بالطريقه دي، تقدري ان انت تغمسيها. بصي كمان انا كنت هنا عامله معاها بتنجانه، بصي شايفه الشكل بتاعها تحفه تحفه. وكمان معاها صوص تحت كده جميل، تقدري ان انت تغمسي بيه براحتك، بالعيش براحتك، تاكليها على رز ماشي اوكي. كمان ان انت بتاكلي معاها سلطه زي ما انت عايزه. عايزه انت بقى نوع مخللات معينه، احنا اكيد طبعا كنا عاملين مخللات مع بعض، جزر، عاملين لفت، الكلام ده كله. بصي كده طبعا كمان لو انت ممكن تاكلي معاها رز ابيض كده اهو. بطاطس محشيه باللحمه المفرومه. انا كنت عملت اللحمه المفرومه طبعا في فيديو قبل كده، هسيبهولك في صندوق الوصف تحت، وانتي نازله كده تشوفيه في صندوق الوصف. يا ريت تنزلي تعملي لي كده اعجاب، وكمان تعملي لي لايك وتعملي لي شير وتشتركي في القناه. ما تنسيش ان انت تفعلي الجرس بحيث ان كل الاشعارات طبعا ايه توصلك، وكمان انك تشاركي بحيث ان الكل يستفيد. ده كده وانتي بتدوري دلوقتي في صندوق الوصف. تمام. احنا عندنا هنا البطاطس ومقوراها وحطاها في حبه ميه بملح علشان ما تسودش. بس انا قلت الاول كده مخليها لك كده اتنين، دولت حوالي بتاع 2 كيلو بطاطس. وشايفين ان الحجم بتاعها ده كده. بصي بتبتدي ان انتي بسكينه بتعملي لها قاعده، انتي تعملي لها قاعده كده خلاص، وتحطي كده من الحته كده من فوق اللي انت هتقوري بيها. اللي انا بعمله ده يا جماعه انا مش بقطعه، وببتدي ان انا بمقوار هبتدي ان انا كده اهوت. بسم الله، بالطريقه ديت علشان تبقي فاهمه ازاي. وليه انا عملت لها هنا قاعده؟ علشان لما تيجي هوريكي دلوقتي. ثانيه واحده خليكي معايا كده اهو، بحيث ان انتي ترققيها كده خالص وتفضيها متوسطه، يعني ما تبقاش كمان اقل من المتوسطه، يعني تجيبيها بالحجم ده بتبقى حلوه قوي، علشان كمان يعني ما تبقاش نايه معاكي وتستوي تبقى جميله. هي كمان لسه ليها خطوات تتعمل معايا. ديت اول حاجه بس قلنا عليها، ان احنا نمسك البطاطسايه نقورها. بصي بالمنظر ده كده بطلعه دوت. اول حاجه طلعتها حطيت لها سنه ملح برده عشان ما تسودش مني، وكل ما ازود كل ما اقلبهم في بعض. انا مش بحط ملح كتير، بس هي حاجه كده بسيطه عشان ما تخلوش القلب دوت يسود. في ناس ما بتعملش الكلام دوت، بس انا البطاطس على ما بتدور خلاص الكميه معاكي بتسود كده وما تبقاش حلوه. حاولي ان انت بتعملي الاكل كده تستغفري ربنا، تحاولي ان انت تذكري ربنا. الاكل لما تكوني عاملاه وتحسي ان انت كده مبسوطه ان انت بتعملي من الاكل، حتى لو انت مش بتعرفي تعملي الاكل قوي يعني، بيبقى سبحان الله بيطلع نفسك فيه بيبقى جميل بذكر ربنا طبعا، وبيطلع برضو بان انت عايزه تعملي لهم كل اللي عندك. فسبحان الله ربنا بيحط في الاكل حلاوه، وبيحط له يعني عارفه نفس حلو قوي يعني. قصتهم هنا وكده الكميه بتاعتي. طيب انا بقى عندي كان عندي اللي طلع ده كله اهو، بحطه في قلبي كده وابتدي ده بقلبه. انا مش برميه، في عندي طاسه على البوتاجاز. شفت تومه البطاطس دي كده بصفيها كويس قوي، وببتدي ان انا احمرها زي كاني ما بحمر البطاطس عاديه جدا. تمام. الحاجه التانيه، انا الخطوه ديت يعني ايه، انا هاخد كل اللي هو ممكن يتقلي
مش الرفنع قوي ده عشان ما يتهريش في الزيت. برضو هحاول ان انا ايه هحمره علشان يديني نكهه. اما بالنسبه اللي هو الطري قوي ده هنخليه برضو هقولك نكمل بيه ايه. وفي نفس الوقت انا معايا زي ما قلت لك لحمه مفرومه انا عملتها وخليتها بردت علشان ان انا اعرف احشيها معاكم. والطريقه زي ما قلت لكم هتلاقوها في صندوق الوصف تحت. معايا ايه كمان؟ معايا بصلايه حلوه كبيره متقطعه مكعبات زي ما انت عايزه. معايا كمان حوالي بتاع قرنين فلفل كبار. معايا برضو طماطمايه كبيره. ومعايا البهارات كده. دي البهارات اللي هي ايه بابريكا، ملح. طبعا الملح مش كتير علشان احنا قايلين ان البطاطس كنا حاطين فيها سنه ملح. وهنا توم باودر، وهنا توابل لحمه وفلفل اسود. ودي برضو التوابل اللي انا استخدمتها في عمايل المفروم. دي حاجه. الحاجه التانية كمان معايا معلقه هنا صلصه. دي برضو من ضمن الحاجات اللي هي خاصه بيا هنا كده معلقه صلصه. وهحط عليها هنا شويه لبن. انا مرضتش اعمل الخطوه ديت لما اوريكي ليه مش مكتره الصلصه. هقول لك انا دلوقتي علشان ان انا عندي قوطه. وكمان الفلفل اللحمه تعصيبه اللحمه حاطه فيها طماطم. في حاجه بس عايزه اقولك عليها، انا هنا البطاطس هكون قليها في زيت. فطبعا انا هبقى مكتفيه بالماده الدهنيه اللي هي في قلب البطاطس لان طبعا هي اكيد هتنزل. فلما جيت عملت اللحمه المفروم او اللي انا عصقتها من غير اي ماده دهنيه واكتفيت ان هي منها لنفسها بالعمايل. دي الفرق ما بينها وما بين اللي انا هبقى حطاها تحت. خلاص. وهبتدي ان انا هقلب دي كويس جدا. اقلبها كويس واقول لك احنا هنعمل فيها ايه. وابتدي ان انا هحط منها من نفس البهارات اللي انا حطاها ديت. خلاص انا قلبتها كده. هحط من هنا حاجه كده بسيطه وهنا كده وكل الحاجات ديت كمان هنا. وهقلبها وهخليها هنا كده على جنب. انتي بقى عايزه يعني الطماطم دولك هتعملي بيها ايه؟ خلي الحاجات دي كده على جنب وهقولك احنا دلوقتي هنشتغل ازاي وهنعمل ايه. خلاص الاول كده انا هقلي البطاطس وارجع لك. بصي يا قمر، انا ده قلت كله انا هقليه بصراحه ربنا بس عشان هو بينزل ميه. فقبل ما بتيجي بتحطيه بتعصريه قوي بحيث على قد ما بتقدري خالص انك تصفي الميه اللي فيه علشان ما تشربش كميه زيت. وكمان يتحمر معاكي. انا مش محتاجه ان هو يتحمر قوي بس انت عارفه كده ايه يعني يدبل كده ويمسك نفسه علشان ما يبقاش طعمه ني قوي. في ناس كتيره انا من ضمن الناس اللي ما بحبوش ني في الصينيه ديت بالزيت. فانا بس حبيت اوريك الخطوه ديت كده. بصي يا حبيبتي انا هنا كده قليت البطاطس وهنا برضو قليت اللي انا قلت لكم عليه هنا اهوت وسبتهم ان هو في مصفى هنا يصفي بحيث ان انا على قد ما اقدر ان انا اي زيت ممكن يكون شربه ينزله. وده برضو نفس النظام اهوت. خلاص كده. انا على ما هيبردوا هقولك في خطوه بقى هنبتدي نعملها واقولك الحاجات اللي احنا كنا راكنينها هنعمل بيها ايه. خلاص هبتدي ان انا احط البصله اللي احنا كنا عاملينها هنا دي كده. وهحط معاها كل التوابل اللي احنا كانت عندنا ديت. وهبتدي ان انا هدعكم كده في بعض. هدعكم كويس قوي. صراحه بقى ربنا انا لقيت ان الشوكه مش نافعه معايا فانا رحت انا عملتها بايدي وزودت البصله شويه. ليه هنا علشان البصله كلها تاخد من طعم التوابل. دهكتها كويس قوي. وبعدين بروح حاطه الطماطم برضو. على فكره عايزه اقول لكم ان دي بتبقى حكايه في يعني في السوا بقى لما بتاخد الصوص بتاع البطاطس لما بتستوي عليها وتاخدي منها بقى تغمسي كده تحطيها لشويه رز تغمسي بيها براحتك. وبعدين احط الفلفل وافضل كده ادلكهم كده لحد ما ياخدوا مع بعض وادوقهم.
كده انا عملتهم جامد كده وخليتهم كلهم خدوا من بعض. هعمل ايه؟ هجيب بقى معلقه لحمه كده شويه يعني كده، وهقلبها كويس برضو. والله عايزه اقول لكم ان هي الريحه من غير ما اسوي ولا اي حاجه بتتكلم عن نفسها. المفروض ان انا هنا فاتحه مولعه البوتاجاز على درجه حراره عاليه. شايفين اللي احنا قلنا هنقلهم دول، بحطهم هنا في وسطيها، وبرده ببتدي ان انا هقلبهم معاها. دي بقى زي ما بقولك كده تاكليها بالمعلقه براحتك، هتحطيها على رز براحتك، هتغمسيها بعيش براحتك زي ما انت عايزه. بصي، وهبتدي ان انا هسويها كده. خلاص انا هنا سايبه البوتاجاز يسخن. طبعا انا قليتهم وسبتهم ان هم يصفوا عشان ما يكونش فيه اي نسبه دهون عاليه عندي او زيوت. عرفتي ليه بقى ان انا قلت لك ان انا كله عاملاه من غير زيت؟ لان انا اكتفيت بالزيت اللي هو في مطرح القليه يعني. خلاص هتمشي كده البطاطس. طبعا خليكم فاكرين ان انا ما الصوص اللي انا كنت عاملاه زي ما هو عندي، ما عملتش اي حاجه. طبعا هو هنا برد كده، انا هعمل بقى برضو بايدي. بسم الله. طبعا احنا كنا عاملين لها القعده، وهنبتدي ان احنا هنرص كده. طبعا انا قليت البطاطس. انت لما قليت البطاطس وتيجي تستوي مش هتبقى معجونه ولا تحس ان هي من جوه تحس انها كده معجنه. خلصت الصينيه يا حبيبتي. فاكرين دي كانت ايه؟ احنا قلنا معلقه صلصه او معلقتين على حسب ما انت عايزه، ومزوداها لبن وملحاها كمان، ملحها يكون مظبوط عشان انتوا عارفين البطاطس برضو بتبقى يعني بتمتص اي موالح، بس مش لدرجه ان انت تكتري. بتعملي ايه كده؟ بصي كده، انا عايزاكي بس، انا مش عايزاكي تسقسقيها قوي كده، بس حاجه كده ايه يعني، عارفه تخليها تطرى. طبعا انا ايه وانا شغاله بصراحه يعني ولادي كانوا عايزين بتنجان، بس انا قلت لهم لو فاض حشو او فاض يعني مكان في الصينيه هعملها. فحشيت كده بتنجانتين حتى رومي، قورتهم وقليتهم في السكه. طبعا ما تنسوش ان انا كده مولعه البوتاجاز، وهحطها على الشبكه اللي هي في النص، وهروح يعني لمده 10 دقايق، لان لاحظوا ان كل حاجه تقريبا مستويه. وبعدين هحطها تحت الشوايه 10 دقايق. لو عندك البوتاجاز من اللي هو ممكن يشتغل فوق وتحت، يبقى هتشغليه فوق وتحت 10 دقايق، يبقى من فوق ومن تحت هيستوي. انا مش عايزه ان انا يعني ان الحشو يبقى مسقسق يعني، يبقى يوصل لتحت قوي بس كده يعني. هي بس حاجه كده تدي طراوه وتدي طعم. وتعالوا بقى لما بتخلص خالص واوريكم شكلها. ماشي ايه؟ خلاص هحطها بقى على في الفرن وارجع لكم. كده انا رجعت لك يا قمر بعد كده ما استوت اهيت. طبعا انت ليكي مطلق الحريه ان انت تخليها بالمنظر دوت، او ان انت تحطيها تحت الشوايه شويه كمان. انا بصراحه ما اكذبش عليكي، انا هحطها كده مع الشوايه شويه. انا بحب كل الحاجه تكون يعني واخده درجه حمار اكتر من كده. بس انا حبيت اوريكي شكل الصينيه، ودي كانت صينيتنا النهارده طبعا، ويا رب تعجبك. وان عجبتك بقى ما تنسيش ان انت تنزلي حالا تعملي لي دلوقتي لايك، وكمان تعملي لي اشتراك ولايك، وكمان ان انت تشيريه بحيث ان الكل يستفيد. وطبعا